السلام على الله. مرحبا بكم في حلقة أخرى من سياقة البوالور كاميو رموك. جبت لكم أسئلة جديدة كما العادة، أسئلة حصريا على هذه القناة، جامي تلقاهم في شي بلاصة أخرى إلا كود مسرار، ونشرحهم بطريقة اللي هي مبسطة، اللي قاري يفهم اللي ما قاريش يفهم، ومعنا يا تشد البيرمي يا يشدك. إذا نشوفوا هاد 12 سؤال هادو. السؤال الأول اش كيقول؟ كنجر نصف مقطورة فارغة، واش من الواجب تكون كتحمل لوحة تسجيل خاصة بها؟ الجواب واحد. ولا شهادة تأمين خاصة بها؟ الجواب جوج. كما كنعرفوا انك الا كنتي كتجر نص مقطورة اولا مقطورة راه ضروري تكون فيها البلاكة لوحة تسجيل خاصة بالمقطورة، وكذلك شهادة تأمين خاصة بالمقطورة. بالنسبة لسؤال اخر كيقول لك كارت غريز، بطاقة رمادية، الا كانت نص مقطورة اولا المقطورة فايتة 750 كيلو راه كيكون عندك بطاقة رمادية خاصة بها، يعني جوج ديال البطاقات الرمادية. أما بالنسبة للوحة التسجيل راه ضروري لوحة التسجيل، وبالنسبة لشهادة التأمين ضروري شهادة التأمين، سواء كانت فايتة 750 ولا ما فايتاش، شهادة التأمين ولوحة التسجيل ضروري. البطاقة الرمادية رد بالك معاها، إلا كانت فايتة 750 كيلو دير نعم، ما فايتها 750 كيلو راه ما كيحتاجش بطاقة رمادية خاصة. نمشيو لسؤال واحد آخر. هنا شنو قال لك؟ دور المحور هو توجيه العربة، يعني كيتكلم لك على اللاكس ما بين القاطرة والمقطورة. الدور ديال المحور هو توجيه العربة، نعم ولا لا؟ حمل الثقل، نعم ولا لا؟ كما كنعرفوا ان اللاكس هو اللي عليه كل شيء، هو اللي عليه الدور باش يديفي المقطورة او لا يخليها اليني مع الراس، واش يخليها تأرجح ولا ما تأرجح، تيقولوا لها التأرجح، او لا يخليها غاده معاها اليني يعني غاده معاها مقاده، كيقولوا لي ثاني ترصف ولا شنو الرص التفاضلي ولا شي حاجه. المهم انها تكون مقاده معاه، هو الدور ديالو انه التوجيه ديال العربه. كاين واحد الفران ملي كتفرانيه كتكون هي مقاده مع العربه، ملي كتطلقو كتولي تارجح بحال الشاريو ديال التراكتور. هذا هو الدور ديال اللاكس. وكذلك حمل الثقل راه كيكون داير على اللاكس. اذا هنا غنديروا نعم نعم. قال على هذا السؤال مزيان، هذا دور المحور هو توجيه العربه، نعم. وحمل الثقل ثاني نعم، الواحد والثلاثه. ننتقلوا للسؤال الموالي. هنا شنو قال لنا في السؤال؟ كنسوق عربه مجموع الوزن ديالها 19 طن. هاد الاوزان اللي كيعطيك ضروري خاصك تركز معاهم في السؤال باش تعرفوا واش الصولو واش رموك شحال من محور غادي تعرفش كذا الوزن الحموله. اذا قال لك كنسوق هنا عربه مجموع الوزن ديالها 19 طن، وباش نجر مقطوره وزنها 8 طن كيتوجب عليا نتوفر على جوج ديال البطاقه الرماديه، حنا الا تكلمنا عليه، جوج ديال الرخص ديال السياقه، جوج ديال شهاده التامين. بمجرد ان المقطوره اللور كتفوت 750 كيلو راه ضروري تكون عندها بطاقه رماديه، كيكون عندك بيرمي او سي يعني رموك، وخاصها تكون عندك بطاقه رماديه. كذلك الموالين الكار كتكون عندك او دي، خاصها تكون عندك بطاقه رماديه. كذلك موالين الطوموبيل كتكون عنده او بي وتكون عندك بطاقه رماديه. اذا البطاقه الرماديه ضروري للمقطوره ولا نص مقطوره الا فاتت 750 كيلو. هنا راه قال لك 8 طن، اذا ضروري غادي يكون فيها جوج ديال البطاقه الرماديه، بطاقه رماديه ديال القاطره وبطاقه رماديه ديال المقطوره. وكذلك جوج ديال شهاده التامين، هذه مفروغ منها بلا ما يعطيك الوزن كاع، راه ضروري غدير جوج ديال شهاده التامين. اذا الواحد والثلاثه هو الجواب الصحيح. ننتقل للسؤال الموالي. انا حاصل على رخصه السياقه من صنف جيم وهاء يعني او سي. يمكن لي نسوق واحد شاحنه، جوج حافله، ثلاثه دراجه. بالنسبه كاين اللي كيدوخ في هذه ديال جيم وهاء راه ساهل باش تعرفهم. ديما ملي يقول لك باء راه هو بي طونوبيل، جيم هو السي كاميو، دال هو الدي كار، هاء راه هو او سي هو الرموك. ها انت شو لاحظ معايا البيرمي ديال هاد السيده شنو دايرين فيه؟ دايرين فيه او سي، وهنا في السؤال داير لك جيم وهاء. ما تدوخ ما والو، راه بحالها بحالها. او سي هو الرموك وجيم وهاء هو الرموك. ملي يقول لك السي بوحدها راه هو الكاميو. اذا انا حاصل على رخصه السياقه من جيم وهاء، يمكن لي نسوق شاحنه. الجواب واحد، لان حافله خصها تكون او دي، والدراجه الناريه راه عندها الا، راه كلهم البيرمي ديالو عندك الا دراجه ناريه، الدي الحافله، والشاحنه هي السي. وهاد او اللي كتكون راه غير ديال الرموك، راه حتى الكاميو كيجر الرموك كيكون او سي،
والكار كيجر رموك كيكون او دي. اذا هنا غنديرو الواحد. نمشيو للسؤال الموالي. هنا شنو قال لك؟ باش نسوق هذه المجموعه كيتوجب عليا نتوفر على الضريبه على المحور، الجواب واحد. الضريبه على العربه، الجواب جوج. بمجرد ما كتفوت العربه 3500 كيلو راه خاصها تكون عندها ضريبه على المحور وضريبه على العربه، وحتى الا قال لك ضريبه على الحموله. اذا هنا الجواب ديالهم بجوج، الجواب واحد والجوج. يتوجب تكون بنية العجلات المقطورة نفسها بنية عجلات القاطرة. يعني هاد المقطورة ولا نص مقطورة اللي كنجر اللور واش خاصها تكون بحال الرويد ديال الكاميو في البنية في العبار؟ بديهيا الجواب لا. انت مثلا الرويد ديالك 24 ولا 11 ولا هذا، ماشي ضروري المقطورة تكون حتى هي نفسها، تقدر تكونها 17، تقدر تكون 20، تقدر تكون صغار الرويد ديالها كبار، ما كيهمش. اذا هنا كيتوجب تكون بنية العجلات المقطورة هي نفسها بنية العجلات ديال القاطرة، الجواب لا، ما كيهمش، الجواب جوج. انتقلوا للسؤال الموالي. قال لك كنسوق مجموعة الطول ديالها 12 متر، واش غادي نكون مجبر نقص من السرعة ونحاز اليمين؟ نعم، جواب واحد، لا، الجواب. هذا السؤال هذا غير زايد، هذه ديال كنسوق مجموعة طول ديالها 12 متر، راه واخا تكون كتسوق غير سيارة خفيفة، ملي توصل للقنطرة راه خاصك تنقص من السرعة ديالك. اذا هنا راه كيبان باللي راه جاي رموك من الجهه الاخرى ولا كار، وانا عندي 12 متر في الطول، ما يمكنش غندخلو بجوج. اذا غادي نحاز انا اليمين ونقص السرعه حتى يدوز هو، لانه غيكون هو اندمج قبل مني، لانه وصل القنطره هو اللي غادي يدوز الاول. اذا الجواب على السؤال ديالنا كنسوق مجموع الطول ديالها 12 متر وغادي نكون مجبر نقص السرعه ونحاز اليمين. نعم، راه لان الارض فيها خط متصل والقنطرة جاي فيها السيد، خاصني الروم ليمين. السؤال الموالي شنو قال لك؟ أقراص تحديد السرعة اللي كتكون ملصقة خلف نصف المقطورة، واش نفسها ملصقة على العربة الجارة؟ مثلا أنت عندك الكاميو فيه أقراص سرعة 80 90 كذا، واش المقطورة اللي غندير اللور غندير فيها نفس الأقراص أو لا؟ كما كتلاحظ أن إلا درتي المقطورة الراس الخلف ديال الشاحنة ما غيبقاش يبان، غتدرقوا هاد المقطوره. اذا ضروري خصو يكونوا فيها نفس الاقراص ديال السرعه، باش لا كانت شي لجنه موراك ولا شي بوليس ولا هذا تيعرفوا لك شنو السرعه اللي عندك من خلال المقطوره، لان الراس ديالك القاطره كيكون مدرق ما كيبقاش يبان. ضروري خصو يكون فيها لوحه مشابهه، يعني نفس الماتريكيل وكذلك نفس الاقراص ديال السرعه. الجواب الواحد، اقراص تحديد السرعه اللي كتكون ملصقه خلف نص المقطوره هي نفسها، الجواب واحد، اللي كتكون على العربة الجارة. السؤال الموالي. باش نسوق هذه المجموعة خاصني نتوفر على بطاقة رمادية، الجواب واحد. جوج بطاقات الرمادية، الجواب جوج. هذا تكلمنا عليه، قلنا راه ضروري يكون عندك جوج لي كارت غريز، كارت غريز ديال الراس هذا اللي جار هذا، وكارت غريز ديال هاد المقطورة هذه، هاد المجموعة العربات، هاد الكونطونير هذا راه تا هو كتكون عنده شهادة تأمين ديالو خاصة وكارت غريز ديالو خاصة. سؤال الموالي. انا حاصل على رخصة السياقة من صنف هاء، قلنا ملي يقولك هاء راه هو الرموك، واجب عليا نجدد الفحص الطبي كل سنة، كل 6 أشهر أو لا كل سنتين. غادي ترد البال مع السؤال واش كيقول لك الفحص التقني ولا الفحص الطبي. الفحص التقني لا فيزيت تكنيك راه كتكون كل عام، ولكن الفحص الطبي كيكون كل سنتين، كل عامين. اذا هنا الجواب 3 كل سنتين. وهذا السؤال الموالي كيقول انا حاصل على رخصة السياقة من صنف هاء، يمكن لي نجر مقطورة مجموع وزنها 720 كيلو. نعم، الجواب واحد، لا، الجواب جوج. هنا انا حاصل على رخصة السياقة من صنف هاء يعني رموك، يمكن لي نجر مقطورة مجموع الوزن ديالها 750 كيلو. نعم، يمكن لك تجرها، إلا جريتيها غادي دير لها بطاقة رمادية وراه كتسمى رموك، ضروري. إذا الجواب نعم. والسؤال الموالي هذا كيقول كيتوجب عليا نربط أسلاك الإضاءة من العربة الجارة المقطورة. نعم، وباش غادي نتحكم أنا في المقطورة إلا ما درتش لها الأسلاك؟ ضروري ندير الأسلاك ديال الإضاءة. الجواب رقم نعم، كيتوجب عليا نربط أسلاك الإضاءة من العربة الجارة المقطورة. الجواب نعم.
والصلاة والسلام على رسول الله. المتابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. حلقات تعليم السياقة، رخصة السياقة إلى أخرى. إذا بسم الله على بركة الله. كما كنقول ديما معنا رايات شد البيرمي يشدك، النجاح مضمون والفائدة كاينة. إذا نشوفوا السؤال رقم 1. وضعت الحمولة ديالي في العربة، واش يمكن لي ننطلق؟ بمجرد أنك توضع الحمولة في العربة ديالك غادي تقوم بالانطلاق، ضروري تقوم بالمراقبة ديالك، المراقبة ديال الباش، مراقبة ديال ما بين العجلات، تراقب الوقود واش كاين ولا ما كاينش، تراقب المعدات واش كاينين، مثلث التنبيه، تراقب المستويات، تراقب الزيت، تراقب الامور ديالك، عادي يمكن لك تغادر. اذا هنا كاين واحد الفخ، قال لك يلا وضعت الحمولة ديالي في العربة، واش يمكن لي ننطلق؟ الجواب الصحيح هو رقم 2. انتقلوا للسؤال الموالي. السؤال الموالي كيقول: مقياس الفرامل كيشير نسبة تلف صفائح الفرامل. الجواب 1. نسبة تلف حكاكات الكابح. الجواب 2. الضغط الهوائي غير كافي. الجواب 3. هنا كيبين لنا مقياس الفرامل، هنا كيبين لنا مقياس الفرامل أن الضغط الهوائي غير كافي. الجواب الصحيح هو رقم 3. شو السؤال الثالث؟ الضاغط يعني كيتكلم لك على التيربو، واش كيزيد من قوة ديال المحرك، القوة ديال الموتور، أو لا الاستهلاك ديال المحرك. الجواب 2. أو لا استهلاك الوقود. هنا كنتكلموا على الضاغط يعني التيربو عنده علاقة مع الكونسوماسيون ديال الموتور. الضاغط كيزيد من الكونسوماسيون ديال المحرك، يعني الجواب الصحيح هو رقم 2. ضاغط تيربو كيزيد من استهلاك المحرك. هاد الأسئلة هذه راه غادي تلقاوها في الامتحان، بالإضافة على دوك الأسئلة اللي لقينا ديال PDF. هنا السؤال الرابع شنو كيقول؟ مدار التزويد بالوقود كيضم. شنو هو مدار التزويد بالوقود؟ يعني الريزرفوار، هذيك القفالة ديالها، هذاك الفلتر ديالها الأول اشنا هو اللي فيه. السؤال الأول: واش مدار بضغط منخفض، أو لا مدار بضغط متوسط، ولا مدار بضغط عالي، ولا مدار رجوع؟ دابا إلا قلبتي الريزرفوار، هذيك القفالة اللي فيها كتلقاها بحال شي كسكاس، فيها الصفايه الاولى، الفلتر الاول كيخلي يدوز المازوط ويدوز معاه الماء ويدوز معاه، يقدر يدوز معاه شي حاجه اللي صغيره، شي عود ولا شي حاجه. لكن داك الفلتر الثاني ديال الضغط العالي تيرد هذاك الشيء كامل، هذاك الوسخ تيبقى يدوز غير المازوط بوحدو ولا ليسانس بوحدو، ولا تيحيد حتى الماء وحتى دوك السوائل وداك الشيء. اذا كيكون في مدار الاول ديال الضغط منخفض، وعاد تابعو مدار ديال الضغط العالي، وعاد هذاك المدار ديال الرجوع، يعني كيخليه يدوز صافي، يدوز غير البريت، ايسونس بريت ولا المازوت بريت، ديازل ولا ايسونس. اذا غدير الجواب ديالك مدار التزود بالوقود كيضم مدار ديال الضغط المنخفض، وكيضم مدار ديال الضغط العالي، وكيضم مدار ديال الرجوع 1 و3 و4. ندوزو كذلك لسؤال اخر. هاد الاسئله هادو راهم مهمين. هنا كيقول لك الدور ديال الرص التفاضلي. هاد الاسئله غادي تلقاهم غير في الميكانيك هادو. المهم واخا ما تفهمش السؤال، الهدف ديالي انا هو تشوفه قدام عينك، باش ملي نهار الامتحان يتحط لك غادي تعرف الجواب ديالو. بحال دابا هنا هاد الميكانيك نقدروا اننا ما نوصلوش للشرح ديالهم 100% اللي بغينا، ولكن غادي تشوف السؤال ديالك ملي غادي تلقاه غادي تنجح فيه. هذا هو الهدف. اذا الدور ديال الرص التفاضلي قال لك واش كيوصل الحركه من علبه السرعات للجسر، او لا كيزيد بسرعه الاعمده العجلات، او لا كيدور العجلات المحركه بسرعه مختلفه. هنا عطونا الجواب الصحيح رقم 2 و3. كيزيد بسرعه اعمده العجلات، وكيدوز العجلات المحركه بسرعه مختلفه. نمشيو للسؤال الموالي. هنا شنو كيقول هذا السؤال؟ هذا السهم كيشير المسافه كتسمى القاعده، او لا مقدم العربه، او لا البارز. هنا تكلمنا ديك المره ان هذا هو مقدم العربه، والبارز هو كاين البارز الامامي ما بين الرويضه والراس ديال العربه، او لا ما بين الرويضه الخلفيه والراس ديال العربه، هذا كيتسمى البارز. اما بالنسبه ما بين الرويضه الاولى ديال الراس والرويضه الاولى ديال المقطوره، هذه كتسمى القاعده. إذن هنا الجواب رقم 1. هذا السهم هذا كيشير المسافة كتسمى القاعدة. السؤال رقم 7: ترى الأرجح كينتج على
وزن العربة، تغيير موضوع الحمولة، واش كيظهر عند الحصر ولا في المنعرج؟ شنو التأرجح؟ هو ملي كتكون هاز واحد الحمولة ما مرتباش مزيان، كتبدا تلعب بك المقطورة اللي كتكون جار اولا كيكون راكب غير على الصولو وكيبدا يزيكزاكي، هذاك هو التأرجح. شنو هو السبب ديالو؟ السبب ديالو هو الحمولة ماشي الوزن ديال العربة. الحمولة إلا كانت ما متواضعاش مزيان، ما مترتباش الوسط، ترتبها غير على الجنب اليمين أو اليسر، كتسبب في التأرجح. وهذا الشيء فين كيظهر؟ كيظهر ملي كنفراني كتبدا تأرجح هذيك الحمولة، كتبدا تلعب. وكذلك في الفيراجات، إلا ما تحكمتش في المنعرج كيجرني الفيراج ويقدر الله يحفظ يتقلب العربة. لذلك خاص الحمولة التموضع في الوسط، ما يكونش على الجنب اليمين أو الهذا. ننتقلوا للسؤال الموالي، السؤال 8. قال لك غادي نقطع مسافة 500 كيلومتر والحومة ديالي مشدودة مزيان، واش يمكن لي ننطلق؟ نعم ولا لا؟ هنا إلا لاحظتوا أن الوقود ما كافيش، وأنا غادي نضرب 500 كيلومتر يعني نص كيلومتر، هذا الوقود هذا ما كافيش ليا باش ننطلق، ضروري خاصني ننطلق بوقود اللي يكون كافي. إذا ملي كيكون ليكوي ديال الليسونس ولا المازوت هابط، راه ما خاصكش تحرك بالعربة ديالك، سواء طوموبيل ولا كاميو ولا رموك ولا كار. إذا الجواب الصحيح هو رقم 2، ما غاديش ننطلق حتى نراقب العجلة ديالي. سؤال 9. بلا مقطورة واش القاطرة تقوم بالحصر بطريقة نفسها ولا أقل ولا أحسن؟ كما كنعرفوا أن إلا كان الوزن ثقيل ولا السرعة كبيرة ولا الحمولة زايدة ولا حالة طقس الشتاء ولا الضباب ولا الثلج، كتزاد مسافة الوقوف. إذا إلا كنا زايدين المقطورة راه مسافة الحصر غادا تزاد، ولكن بدون مقطورة غتكون الحصر غتكون أحسن. إذا القاطرة تقوم بالحصر أحسن إلا ما كانتش عندي المقطورة. السؤال الموالي كيقول، عندنا 12 سؤال. سؤال 10 كيقول قبل ما ننطلق واش السائق خاصو يتأكد من ربط أجهزة الإضاءة جيدا ولا أجهزة الفرملة جيدا؟ كما قلنا قبل ما ينطلق خاصو يدير واحد الدورة بالعجلة ديالو، يراقب الأسلاك ديال الربط واش مرتبطة مزيان، سواء ديال الإضاءة أو الفرملة، يشوف تاني ما بين العجلات إلا تكون شي حجرة أو شي سلك أو هذا. إذا ضروري خاصو يدير دورة ديالو بالعربة عاد يمكن ليه ينطلق. والسؤال الموالي كيقول الفحص التقني كيكون إجباري كل عام أو كل عامين أو كل 5 سنين؟ الفحص التقني كيكون كل سنة، والفحص الطبي كيكون كل 2 سنين. إذا هنا كيقولوا لنا الفحص التقني راه الجواب ديالو بديهي أنه كل عام. والسؤال الموالي كيقول باش نقص من انبعاث الدخان، يعني كيتكلم لنا على الشاكمة، باش نقص من هذاك الدخان اللي كينبعث واش نراقب ونضبط المحرك؟ نعم. واش نتجنب السير بدوران محرك كبير؟ نعم. هادو نصائح باش ينقصوا لنا انبعاث الدخان. اذا غادي تراقب الضبط ديال المحرك وغادي تنقص من دوران المحرك، يعني تجنب السير بدوران محرك كبير. هادشي كيدل الطوغراس والدريات كيدوزو الرموك كيدوزو الكاميو. الله يسهل على الجميع، كاين اللي باغي يمشي للغربه، الله يسهل على الجميع. اليوم شنو جبت لكم الدراري والدريات؟ جبت لكم اسئله اللي هما مشحرين ديال الكاميو والرموك، على حسابي غتلقاهم في الامتحان وغادي تفكروني بالدعوات. هاد الاسئله هادو راهم خطيرين ومهمين. شنو قال لك هنا في هذا السؤال؟ 12 سؤال اللي عندنا في هذه السلسله بالزربه غادي ندوزوهم. قال لك جهاز ربط القاطرة بالمقطورة، يعني ملي كتبغي تربط القاطرة مع المقطورة، هذاك الجهاز ديال الربط اشنا هو اللي فيه؟ واش فيه كله بالربط؟ نعم داخله. السراج؟ نعم. الموتور الاساسي، المحرك الاساسي، والجهاز ديال الامان. اذا هادو بربعه غادي ديرهم في الجواب. هاد الاسئله اللي كنقول لكم دابا راه على حسابي غادي تلقاوهم في الامتحان، الصوره والصوت نفس الصور. هادو التسريبات غادي تلقاوهم كما هما. اذا غادي ديرهم كاملين، يقدروا يعطوك منهم غير 2 على حساب السؤال. المهم خاصك تعرفهم، راه كاينين بربعه كلها بالربط والسراج والمحرك الاساسي والجهاز الامان. نمشيو للسؤال الاخر. اش قال لك هنا؟ كيمكن تشحيم سي او 90 الزيت من صنف. دابا هاد سي او 90 راه هو ديال الكاردا، الزيت ديال الكاردا
كيدوي لك على الكريساج ديالو، ملي كيبغي يكريسيمولا واش الزيت اش من صنف، واش ديال المحرك ولا ديال ذراع التوصيل ولا ديال الكومبريسور الضاغط. اذا كدير ذراع التوصيل. اللي كيسول على هذا التشحيم السي شنو هو ديال 90 راه هو ديال الكاردا، كيدوي على الكاردا. عقل على الجواب ديالو هنا ذراع التوصيل، الجواب جوج. ندوزو لسؤال اخر، تبعوا معايا هاد الاسئله هادو راهم ناضيين. شنو قال لك هنا؟ هاد العلامه كتشير لمواد سامه او لا مواد اشعاعيه او لا مواد عفينه. هنا هي العلامه هي ديال المواد سامه، الجواب رقم واحد. اما المواد اللي ديال اشعال النار ولا دار كتكون ديك البرتقاليه وفيها العافيه هي اللي شاد. نمشيو لسؤال اخر. اش قال لك هذا السؤال الرابع؟ هذا الملصق كيشير، هما داير لينا السهم على الملصق شتيه. اذا واش كيشير المواد سريعه الالتهاب؟ كما قلنا هذه اللي كيكون اللون ديالو بالصفر وكيكون فيه العافيه راه هو ديال المواد سريعه الالتهاب. ثاني قال لك واش غاز قابل للاشتعال؟ لا. واش خطر اندلاع الحريق؟ اندلاع الحريق نعم. اذا هذه راه ديال المواد سريعه ديال الالتهاب وفي نفس الوقت راه خطر اندلاع الحريق. اذا الجواب واحد والجواب ثلاثة في هذا السؤال. عقلوا عليهم هاد الاسئله هادو. نمشيو لسؤال اخر، سؤال الخامس. كتواجد هاد العلامه اللي كتشير، هاهي هنا نفس العلامه اللي دوينا عليها دابا كاين اللور، مرات كتكون في الجنب مره كتكون اللور على حساب. واش كتواجد كتشير لخطر اندلاع الحريق او خطر الانفجار او لا مواد قابله للاشتعال. المشكله اللي كاينه ان السؤال اللي داروا هاد خطر اندلاع الحريق، ها هو هنا خطر اندلاع الحريق، هنا ما قبلوش لك خطر اندلاع الحريق وهي نفس البلاكه. اذا هذا مشكل. هذا السؤال هنا قال لك مواد قابله للاشتعال وخطر اندلاع الحريق، هي في السؤال اللي داز. هنا قال لك مواد قابله للاشتعال وما داروش لنا خطر اندلاع الحريق. المهم هذه تندوي عليها، اللي عنده شي حاجه في الكومونتير يكتبها ونجاوبوا عليها. نمشيو للسؤال السادس. واش يمكن ليا نتجاوز؟ نعم ولا لا؟ هنا كاينه البلاكه ديال ممنوع الدوبلاج، هي هنا كتبان، هي هنا ممنوع التجاوز. ملي كيكون ممنوع التجاوز راه على الجميع، زائد راه خط متصل هنايا راه ممنوع الدوبلاج ملي يكون خط متصل. اذا في كلتا الحالات سواء البلاكه كاين اللي ما كتبانش ليه البلاكه او لا الخط متصل راه ممنوع الدوبلاج، كاين الخط متصل كاين البلاكه. نمشيو للسؤال الموالي. جوج بطاريات بقوه 12 فولت، يعني جوج باتريات كل باتري فيه 12 فولت ومرتبطين بالتوالي. رد بال مع السؤال، واش كيقول لك على التوازي ولا على التوالي؟ هنا قال لك جوج بطاريات ديال 12 فولت ولكن مرتبطه بالتوالي. اذا التوتر اللي كيحصل هو شحال؟ هو 24 فولت، لانهم قالوا لنا توالي. الجواب هو رقم جوج. هذا السؤال 8 شنو قال لك؟ تسميه على العجله الرويد اللي كتكون فيهم هاد التسميه هذه. واش الجواب ديالهم المعنى ديالها هو ان الاطار العربه تم تلبيسه، يعني تلبس هاد الرويده هذه، او لا دوك النقوش اللي فيها كيمكن يتحفروا من جديد، لان واحد العربات كاين اللي يمكن تعاود دير لهم دوك النقوش تعاود تحفرهم من جديد، وكاين اللي ما يمكنش صافي ان فوات تمحى خاصك تغيرها. اذا هذا النوع، هذه الكتبه هذه كتعطينا الجواب انه الا تمسحات الرويدات الحساس راه يمكن لنا نعاودوا ننقشوهم من جديد تتكون السمك ديالهم كافي. اذا النقوش يمكن تحفر من جديد. شي الاسئله كي دايرين اسئله مشحرين شويه. نمشيو للسؤال الموالي. قال لك مراقبه العجله. ملي كتبغي تراقب العجله اش كتراقب فيها؟ كتراقب الضغط الهوائي، واش منفوخين مزيان ولا ما منفوخينش، العدد كيلوات اللي فيهم، الاطار المطاطي واش الاطار المطاطي مزيان، واش تالف، واش خاسر، واش فيه شي حاجه، واش شي ثقب او لا كذا. وكتاكد من عدم وجود اشياء عالقه ما بين العجلات، لان الحجار او شي سلك ولا هذا مع الاحتكاك والسخونيه راه كيعرض ديك العجله للفرقعه. اذا هادو اللي كتراقب في العجله، كتراقب لها الضغط الهوائي، كتراقب الاطار المطاطي، وكتاكد من عدم وجود الاشياء العالقه. كاين واحد السؤال اخر كيتحط بجهه اخرى كيقول لك البنيه. الجواب لا، البنيه ما كنراقبوهاش في الانطلاق. الجواب هنا الواحد والجوج والثلاثه. نمشيو للسؤال الموالي. شنو قال لنا هذا السؤال؟ المخفض السرعه الهيدرومائي. هنا غادي ترد البال، راه مره كيقول لك المخفض السرعه الهيدرومائي ومره كيقول لك الكهربائي. كاين الالكتريك وكاين هذا الهيدرومائي. اذا هنا قال لك الهيدرومائي اش غدير؟
مخفض السرعة الهيدرومائي واش كيأثر على جهاز الضوء إضاءة، ولا جهاز الانفلات ديال الغازات، ولا جهاز التوصيل؟ إذا هنا مخفض السرعة الهيدرومائي راه كيأثر لينا على جهاز التوصيل. عقل عليها ملي غنوصلوا الكهربائي غنقول لك الفرق بيناتهم، هذا كيأثر على جهاز التوصيل، وهذا الكهربائي هو وصلنا ليه قال لك مخفض السرعة الكهربائي واش كيأثر على جهاز الإضاءة ولا جهاز انفلات الغازات ولا جهاز التوصيل، حتى هو جهاز التوصيل. إذا غادي تعقل، قال لك الهيدرومائي ولا الهيدروكهربائي راه كيأثر على جهاز التوصيل مخفض السرعة. السؤال كيقول فاش كنشغل المخفض واش يمكن لي نقوم بالفرملة او لا الضغط على الواصل باش نقوم بتغيير المستويات؟ علاش كندير المخفض السرعة؟ باش نضغط على الفرملة ماشي باش نقراطي الفيتاس. اذا فاش كنشغل المخفض كنقوم بالفرملة؟ الجواب واحد. وبهذا غنكون انهينا هذه السلسلة هذه. هذه الاسئلة صراحة كانوا قاصحين ماشي ساهلين، ولا هذا فيهم شوية الصعوبة، ولكن حاولنا ان نبسطوهم. وبالنسبة للناس اللي كيتكلموا معنا في الخاص كيكون يا اما شاد الرموك ومازال شاد الكاميو وكيدوز في الرموك او هذا وكيقول لك هذا الشيء راه حنا حافظين ولا هذا. حنا كنتعاملوا مع الناس سواء قارئ او لا ما قاريش او هذا، كنحاولوا نبسطوا المعلومه للجميع. وإلا كنت انت خويا او اختي عارف هذا الشيء حاول انك تعطي نصائح في الكومونتيرات. الناس اللي يلاه بادين ولا نفتحوا الباب اللي كيعرف شي خدمه يوصلها للناس، يدبر على الناس على خدمه، اللي خاصو شي كريسون يدبر على خوه، وتكون هذه القناه هذه ديالكم جميعا فاتحه ديال الخير على الامه الاسلاميه كفين ما كانت. والسلام عليكم ورحمه الله. السؤال الأول شنو كيقول؟ كيتوجب تكون طفاية الحريق لشاحنة نقل البضائع أكثر من 7 طن ونص في الداخل ولا في الخارج؟ الجواب الصحيح هو في الخارج. الجواب جوج. هنا السؤال تيتكلم على البطاقة السائق المهني. قال لك إلا ضاعت لي بطاقة السائق المهني شحال يمكن لي نسوق كحد أقصى بدونها، مع العلم أن الشاحنة ديالك مجهزة بالديسك ديال الزمن والسرعة مرقم، غتسوق بها 15 يوم. الجواب هو رقم جوج. كما كتعرفوا ان القنطرات راه هذا الشيء خطير، انك الا ما احترمتيش الحموله في القنطرات هذا الشيء راه كيحيد لك البيرمي، فقدان رخصه السياقه. هنا في هذا السؤال هذا كيقول لك الا وقع لك في لوطوروت شي حادث، واش من الاحسن انك تطلب مساعده من التليفون اللي في لوطوروت اولا من التليفون ديالك بورطابل؟ من الاحسن انك دير من مخدع الهاتف باش يعرفوا التواجد ديالك فين كاين وتجي عندك الاغاثه في البلاصه فين كاين انت. الجواب رقم واحد. هنا السؤال تيتكلم على مسافة الأمان. قال لك خارج التجمعات السكنية يعني خارج المدينة وفي طريق كدي وكتجيب وتابع شاحنة غدا هي ب70، شحال خاصني نخلي مسافة الأمان اللي كتوسط؟ نخلي 50 متر. الجواب هو رقم
جوج، لأن كدير 7 في 6 واللي قريبة ل 7 في 6 راه هي 50. هنا سؤال بديهي هذا، إلا كنت كنسوق شاحنة خضعت للضريبة على المحور عند المراقبة الطرقية كيتوجب نقدم لاسورانس الأصلية ماشي فوتوكوبي. الجواب واحد، ضروري لاسورانس الأصلية. هنا كيقول لك اشنا هي المده ديال انتهاء الصلاحيه ديال بطاقه السائق. هنا معروفه انها 5 سنين كتنتهي بطاقه السائق المهني. هنا السؤال قال لك المتوسط اغلب الحوادث الخطيره اللي كتوقع ديال الوزن الثقيل في ايام السبت والصباح الباكر لايام العطله اكثر من الايام العاديه. هنا كيتكلم على السيركيلاسيون، واش كتكون في الايام العطله اكثر من الايام العاديه بالنسبه للحوادث او لا. هنا غتلاحظوا في السؤال راه قال لك نفس المحور، واش مسموح لك تركب عجلات من نوع مختلف على نفس المحور. دابا النوع ما كيهمش، اللي كيهم هو البنيه. كاين فرق ما بين النوع وما بين البنيه. الجواب هنا راه نعم، نفس المحور نقدر ندير فيه عجلات مختلفه في النوع، لكن البنيه تكون متشابهه. هنا السؤال كيقول لك حصلت حجره ما بين العجلات مزدوجه، واش هذا الشيء يمكن يتسبب في انفجار ديال العجلات؟ نعم، هذا الحجر مع السخونيه ومع الطريق راه يقدر يتسبب لنا في الانفجار ديال العجلات. الجواب واحد، ضروري خاصك دير واحد المراقبه للعربه ديالك قبل الانطلاق، لقيتي شي سلك او لا حجر او لا اي حاجه تحيدهم. هنا السؤال تيتكلم على لوحة الصانع. لوحة الصانع كتلقى فيها كل محور شحال كيهز في الطوناج ديالو أقصى حاجة. إذا ملي كتقوم بتحميل الحصى خاصك تكون عارف الحمولة القصوى لكل محور مسموح به، وهادشي راه غتلقاه في لوحة الصانع كما قلنا في سلسلات أخرى. هنا السؤال كيقول لك الحوادث اللي كتسبب في جروح خطيره للسائق تتكون خارج المدينه، لان داخل المدينه السرعه كتكون قليله، اما خارج المدينه كتكون السرعه كثيره، اذا كتكون الخطوره. نشوفوا نرجعوا الاسئله اللي ما جاوبناش عليهم. قلنا 5 راه درنا 50 متر، هي هذه قلنا 7 في 6 ما وركناش على الجوج، وكذلك 8 هي قلنا الجواب جوج خطأ، لأنه ما قال لك المتوسط أغلبية الحوادث الخطيرة اللي كتوقع ديال الوزن الثقيل في أيام السبت والصباح الباكر الأيام العطلة أكثر من الأيام العادية. هو الحوادث تقدر تكون في الأيام العادية وفي الأيام اللي ماشي عادية. الجواب هنا هو الجوج. وبهذا نكون أنهينا السلسلة ديال اليوم. انتظرونا في سلسلات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.